وكيف انساك يا صمد؟ ومهما طال السفر والبعد سكنان، ومهما طال الليل عشق القلوب مرسال، ومهما كنت وحيد فكفاية صورتك قدامي، ياللي انت انا وانا بيكي من غيرك ابقى شيء تاني. ليلك وفا شمسك دفع عارفك في الغربة عشان ما انا منك، وانت يا حبيبتي وحشاني، وتمر السنين بيا وانا فايتك، وتلالي النهار بيا مع ويتك، وترقرق دموع العين وانا فكرك. وكيف انساك يا سمر، وكيف انساك يا سمر، وكيف انساكي وانت للحمام غية، وكيف انسى الامل فيا، وكيف انساكي وانت للقلوب نية، وكيف انسى ولو هنسى بجاوز واحد المية. يا دولة حق وانت للحقوق دستور، يا كلمة لا جددت الظلام للنور، يا ام الكل عشاق ومش عاشقك ومش جاك ومش سكنك لكن القلب مشتاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا معنا في نادي أدب ثورة مصر. الصراحة كل أسبوع من كل جمعة الساعة 8 مساء طبعا بنبدأ نادينا الأدبي، وبيبقى الصراحة الإنسان في اشتياق لتواجده داخل استوديو ثورة مصر، وخاصة كمان ان احنا بنشتاق للقاء الشعر والادب والقصة وما الى خلاف ذلك. ولكن النهارده ان شاء الله رب العالمين احنا قبل في المجموعة الاولى هناخد نتحدث جميعا عن البلطجة وخلاف ذلك وما اكثرها في مصر الان، خاصة بعد ثورة 2011. النهارده معانا ان شاء الله رب العالمين الاستاذ الكاريكاتيري الجميل الاستاذ حرب الشطوري. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا الاخ الاستاذ مجدي ميخائيل، وهو من عامة الشعب وراجل يعني عانى كثير الصراحة في المناطق الشعبية من البلطجة وخلافه. معنا القصاص والشاعر الجميل الأستاذ عبد العظيم. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة احنا شايفين يعني البلطجة ما أكثر البلطجة. يعني لما نيجي نشوف مثلا الأخ مجدي، لما نيجي نشوف مثلا امبارح زي اللي حصل في قلب الطلبية والمشاكل وما حدث عند اسم الطلبية والاعتداء على بعض البنوك، وزي الصاغة الأسبوع اللي فات، لما إيه توجيه حضرتك أو إيه اللي حضرتك شايفه إنك ممكن توجهه لنا النهارده وتتحدث فيه؟ هو إحنا بنطالب الحكومة بأنها يعني تحاول إنها بنطلب من الشرطة والحكومة بأنها تشد حيلها شوية. أيوة. وتكون في عندها ثقة، الشعب معاهم، ما فيش كره بين الشعب وما بين الشرطة. أما موضوع كالبلطجية، فالبلطجة أساسا بطبيعته لما اتنشأ أساسا في بيئة ما وجهتوش الصح. واحنا لما بتيجي تشوف البلطجي ده النهارده اتمسك في قضيه سرقه في يوم من الايام او بلطجه واتسجن، تبص تلاقي معمول له فيش وتشبيه. الفيش والتشبيه اللي هو بيعمله دوت بيجي عشان يروح وظيفه ثانيه. لا، الفيش والتشبيه بقى صارت عليه، عنده حادثه ما بيشتغلش، انت تروح يوديه عندك، لا ما ده عنده سابقه، ده عنده سابقه، فبيسيب في المجتمع، فمش لاقي حد يوجهه. والحكومه نفسها في الايام ديت، واحنا في ايام الثوره دلوقتي والبلد لسه قايمه، بنشد حيلنا وان شاء الله هنقوم بالسلامه برضه. مش لاقي حد انه يكسره، فسايح بيلاقي ايه قدام منه الطريق مفتوح، يبلطج على فلان ويمسك في السكه في الطريق الدائري. اما وصلت بيهم الطريقه انهم يلبسوا لبس شرطه ويتعدوا على الناس في قلب الاتوبيسات، ويقول له اديني فلوسك، ويطلعوا الناس بالسنن. ليه ده كله؟ ليه؟ عشان احنا بس عاوزين ان نخلي الشرطه تشد حيلها شويه وتقف وقفه تمام حلوه، بان العالم ديت نعرف نحكم البلد بوضعها السليم، ولكن نديله حقه. بس ما نمسكش برضه البني ادم لما اجي اقبض عليه ما اجيش مثلا ادخله اتقبض عليه ومعاه كام واحد مثلا، ما اجيش مثلا ادلنا على التشبيه، لا، اخده انا كقانوني، اخده باللين، واحده واحده، سؤال سؤال، تمام التمام. وما بنقولش يا شرطه على مستوى العالم لازم تكون في نوع من قرصه الودن. انا اقرص ودنه صح، بس مش هقرص ودنه ان انا اكسر له ضلع، اخرم له عين، لا، انا بقرص ودنه بسبيل ان انا مثلا اخد منه كاعتراف. افرض قال لك انا ما اعترفتش، هتعمل فيه ايه؟
ما عندوش الا النيابه، القضاء. فعشان كده البلطجي لما بيطلع بيبقى عنده نوع من الحقد ضد الشرطه، بيقول لك لا ده جبروني، ضربوني وعملوا فيا كده، فبيبقى عنده نوع من الحقد. لكن انا كمجتمع لما اوفر له الراحه النفسيه بتاعته واديله براحه، ديك الساعه لما احب امسكه اعرف اجيبه ازاي. لا ده انا اديتك راحتك واديتك امكانياتك وما بعاملك معامله بني ادمين، كبني ادم عايش في مجتمع خطا، بديله الفرصه، بس ما دلنيش امسكه احاسبه طول العمر على الغلطه اللي هو غلطها. فانا بساعد البلطجي انها بتزيد، طول ما انا بحاسبه على غلطه عملها وما بغفرهالوش بيزيد عنده الحقد. لكن لما انا اديله فرصه هيقدر يتعدل. يعني اذا انت بتحمل الحكومه المصريه او الشرطه المصريه، لا الشرطه مش بحملها في جزئيه الكل، كبيره جدا من المسؤوليه في دايما في عمليه الشرطه، لان هي الشرطه اساسا انا كراجل هعتبر نفسي انا راجل ببلطج. أيوة. انا بلطجت ليه؟ انا اتنشأت من الاساس من عمري وانا طفل صغير، مفيش تربيه اساسا علمتني الصح. فطلعت شباب غووني، طلعت مثلا سرقت، فبسرق اتحبست. ما بتسكش عليه دايما يعني سيره الحادثه نفسها انها خلاص بقت جريمه واضحه عليه طول العمر كله. ما زالت عنده في الملف. كل ما يجي يروح وظيفه يبقى عاوز يتوب، اروح وظيفه لا ده انت عندك سابقه بقى خلاص بقى طول عمرك تيجي تشغله عندك، لا يا عم ده راجل ده اصبح مش حياته بقى يطلع عنده الحقد. لا لازم اغير مفهوم الشرطه. الشرطه ازاي؟ بعامله قدام مني متهم، باخده بشوف ايه وجهه الاتهام بتاعته واثبتها، بس مش بالضغط مش بالضرب. يبقى انا عملت ايه؟ يبقى فين هيكله الشرطه؟ لا انا عاوز ادور على هيكله ان انا اخد منه الاعتراف باسلوب علمي، مش اسلوب الضغط زي ما كان امن الدوله كان بيعمل. لا مش مشكله، يحط له حته مخدرات، صباع بانجو، صباع هي كده هو ده الاحترام بتاعه. لا انا عاوز ان انا احاكمه باسلوب علمي، ان انا اخد منه الاعتراف باسلوب علمي، وفي نفس الوقت اخليه معامله ادميه. خد اعتراف، فلان المتهم ده اعترف، يعني فلان ده اعترف، ما اجيش ادخله بقى الحجز بقى وكل شويه اسمع تعالى يا ابن 60 وتعالى يا ابن علال. طب مال امه وابوه؟ انا راح عبطت على المتهم، اروح اجيب امه وابوه ارميهم؟ طب هم الاستاذ حرب الشطوري راجل طبعا، يعني مبدئيا يعني احب اقول للمشاهدين جميعا انه راجل صديق شخص قديم، وتعاملنا مع بعض في جريده اكثر من يعني فتره طويله مع بعض في اعمال، تم عرض اعماله في اكثر من جريده، كان جريده ثوره مصر او كان جريده صوت امبابه او غيرهم، له من الاعمال العديد والعديد. احنا طبعا بنتناول دلوقتي، هو طبعا الاخ مجدي اتكلم على ان ايه بيحمل جزئيه كبيره وليس صغيره لجهاز الشرطه، وده حقيقي فعلا ان لابد ايه، وفي نفس الوقت بيوعيهم ان لابد من تغيير المفاهيم شويه بالنسبه للمواطن المصري، ان هو يكون مفاهيمه متغيره شويه من جهه الشرطه. انا يعني في بعض الاعمال حضرتك كنت كتبتها، او بعض الاعمال اللي حضرتك كنت صممتها في الكاريكاتيريه عن جهاز الشرطه في مصر. كنا عايزين بس حضرتك تعرضها لنا كده بعد اذن حضرتك، بس قبل ما تعرضها لنا تقول لنا رايك الشخصي ايه في البلطجه وخلافه. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بك يا استاذ محمد، سعيد ان انا موجود معاكم النهارده. اولا انا رايي ان البلطجه يعني السبب الرئيسي فيها المجتمع لو وفر يعني وسيله يعني وظيفه حياه كريمه للشخص مش هو بلطجي. لان ايه اللي بيخلي الانسان يبقى سوي وايه اللي بيبقى بلطجي؟ يبقى اذا المسؤوليه مش على المجتمع، ده على الحكومه. المجتمع هو مسؤول عن الناس دي. اولا لا توفير، مش موفر لهم حياه كريمه، مش موفر لهم. اولا البلطجي لو لقى وظيفه ولو لقى يعني شقه يتجوز فيها، مش استحاله يا استاذ محمد. وبعدين مفيش وظيفه ليه، هيعمل ايه؟ غصب عنه لازم يبقى كده. وبعدين اللي ساعد في انتشار البلطجه اولا الاهمال الجسيم من الشرطه. الاهمال، بص الشرطه لو تواجدت يعني البلطجه مش هقول لك هتختفي، لا
بس يعني صعب قوي ان احنا نقول مفيش بلطجه، لا هيبقى في بلطجه بس مش هو بالكميه اللي احنا شايفينها دي. ايوه. البلطجه دلوقتي بيمسك سلاح، يعني السلاح الناري بقى كأنه بيمسك مطوه. يعني الاول كنا نشوف في ايده مطوه كده ونقول يا نهار ابيض، لا دلوقتي المتبع حاليا اللي هو يمسك طبنجه ورشاش آلي. هو يعني فالحاجات دي ساعدت احنا يعني مش عايز اقول لك يا استاذ محمد مش عارفين نسيطر عليهم، وبعدين كتروا جدا. لا سبيل عشان نصلح من حل البلطجي ده او الانسان ده ان احنا نوفر له حياه كريمه، يعني نوفر له سكن، نوفر له وظيفه. بالتالي نبدا نحاسبه بقى، احنا هنوفر له الحياه الكريمه دي وهنوفر له الوظيفه وهنوفر له شقه يتجوز فيها. بعد نبدا نحاسبه على اي حاجه يعملها. احنا انت مالكش حجه، مالكش حجه، احنا دلوقتي وفرنا لك الشقه اللي انت عايزها، الوظيفه اللي انت ما فيش بطاله، وكمان اللي ساعد انتشار البطاله بكميه رهيبه جدا. دي اللي ساعدت في انتشار البطاله. فلو وفرنا للشخص ده اللي هو بيقول عليه البلطجي حياه كريمه، صدق يا استاذ محمد مش هيبقى في بلطجه. احنا طب كنا عايزين نشوف بقى، بداية- حضرتك كنت جايز لنا اشياء عن البلطجه انا وعن كنت عملت بعض المشاكل، وعايزين حضرتك تقراها لنا برضه وتوجهها، ونستاذن الاستاذ محمد كريماني مصورنا الجميل لو يقرب الشاشه على الاعمال بتاعت انا الاستاذ طبعا حربي. يعني كنت عملت كده بعض الرسومات. انا يعني ما بسخرش من الشرطه قد ان انا يعني بنقدها. انا بنقدها يعني والله بنقدها حبا فيها. توجيه رساله. نعم. انا عايز انا بوصل رساله، انا يا ريت الشرطه ترجع زي الاول واقوى. فانا برضو انا هنا في كاركتير انا عامله. طبعا انا مش راضي عن موضوع الدقن اللي طلع مؤخرا ان ضابط الشرطه يبقى بدقن. لا انا مش كده، احنا يعني ده رسم بيعبر يعني طبعا انا هقول مأساة. يعني المأساة دي انا بقول مأساة يا استاذ محمد لان احنا ما تعودناش ان ضابط الشرطه ايوه. ضابط الشرطه ادي نقدر نعرضها اهي. تمام. انا بقول طبعا دي مأساة ان ضابط الشرطه احنا متعودينه قدوه للمواطن. فالقدوه ده لما تشوفه يعني هو الدقن مش عيب، الدقن سنه عن الرسول، بس انت في هيئه نظاميه لها قوانينها. ما ينفعش ان انت نسيب الحاجب للنبي كده ونربي الدقن ونربي مش عارف شعر ونربي ايه ونعمل ايه. لا ما ينفعش. لا انت في جهاز الشرطه يبقى تلتزم بالتعليمات والقوانين بتاعت الهيئه النظاميه دي. ايوه. ما ينفعش ان انت يعني لا انت استقيل من الشرطه وشوف اي وظيفه تاني وربي دقنك. ما حدش هيتكلم معاك بمواطن عادي، لكن ما ينفعش. انا في اعتراضي على موضوع الدقن بالرسمه اللي انا رسمتها ده لحضرتك. حضرتك ممكن تقول بعض الكلام وتعرض بعض الصور برضه، يعني دي وجه الرساله، قول لحضرتك الكلمتين. هنا برضه حضرتك انا بقول هنا طبعا في هنا عسكري ماسك متهم بيقول له تمام يا فندم لقينا المتهم ده من غير دقن. ايوه. طبعا انا برمز هنا للشيخ ملازم بدل سياده الملازم حضرتك الملازم. انا ما بسخرش قد ما بنقد الحاجه دي الظاهره دي عشان تختفي. انا مش عايزها، انا مش حاببها بصراحه يعني. انا مش حاببها. نطلع اللي بعده، الكاريكاتير اللي بعده. هنا انا الكاريكاتير ده انا كنت طبعا تمام. انا الكاريكاتير ده انا كنت رسمته يعني. احنا شايفين جسم كبير ومكتوب عليه الشرطه. اولا انا للاسف انا برضو ده كان في فتره ان الشرطه ما فيش خالص. فطبعا انا رسمت خيال مآتة في حقي، وطبعا لا بيهش طبعا معروف ان خيال المآتة لا بيهش لا بيمشي. ايوه. زي ادته. فانا برضو رسمت كده. انا عايز اقول للشرطه يا شرطه خلي بالك انت كده مالكيش وجود. لا انا بعمل كده عشان تبقوا ليكوا وجود بقوه. والله لو انتوا تواجدتوا بقوه لا هيبقى في بلطجه وفي استقرار يبقى في بناء مجتمع. ان الشرطه سقطت المجتمع كله بيسقط. يعني السلطه التنفيذيه دي لو سقطت يعني ما فيش بقى سلطه قضائيه ولا في شرطه تشريعيه. دول ما لهمش اي لازمه خالص. يعني الشرطه هي اللي بتنفذ. تمام. الشرطه هي اللي بتنفذ. نعم. عن البلطجه وخلافه فيها اعمال يا استاذ حبيبي تاني. طبعا انا برضو ضد يعني اسمح لي يا استاذ محمد. ايوه. انا ضد التظاهر والاعتصامات اللي انا مع التظاهر
بس الذي لا يعطل ولا يخرب. هل انت قصدت شيء بان مثلا تخلي رسمه هنا آه. اصغر في الوجه من الوجه؟ يعني انا شايف ان هنا اكبر وجها ولا ما فيش حد؟ لا مش، لا آه. هو بس ان انا طبعا انا بقول ان الاعتصامات والتظاهر بتاكل في مصر، ايوه لان في تظاهر عشوائي ايوه او اعتصام عشوائي، ايوه ده بيدي الفرصه ان بعض البلطجيه وبعض المستاجرين وبعض المأجورين بيندسوا في المظاهرات دي وبيخربوا. احنا اللي بنديهم فرصه، ايوه احنا اللي بندي الفرصه للناس دي ان هي تندس في وسط المظاهرات دي. وصدق يا استاذ محمد، يعني لو المظاهره انا مع التظاهر مشروع ماشي، بس يبقى ما عطلش مرور، ما بدون خربش. همجيه. ما دون خربش. استخدام البلطجه وغيره. ما خربش. وده اللي يعني يا استاذ وحضرتك ده اللي يخلينا ننتقل للاستاذ عبد العظيم محمود تعيلة، واستاذنه اقول له ان رايك انت الشخصي ايه قبل ما نسمع حاجه من ابداعاتك، رايك الشخصي في اللي بيحصل فيه. والله يا استاذ محمد، هو الواضح ان في ايد خفيه. يعني انا ارجح ان مازال النظام السابق والفلول ليها يد في اللي بيحصل. فدي حاجه اكيده، يعني حاجه مش محتاجه فهم، ايوه وبتبان لاي واحد سواء له في السياسه او ملوش. ايوه بدليل ان مثلا زي الماتش الشهير اللي حصل في السويس، بورسعيد بورسعيد، واللي بيحصل اليومين دول. فموضوع البلطجه ده بقى موضوع رهيب. وبعدين بنلاحظ ان بعد اي تظاهر بتبدا عمليات السرقه وعمليات التخريب. انت عاجبك موضوع اللي حصل الاسبوع اللي فات مثلا في الساغه وسرقه الساغه والتعدي على رجال الامن هناك وتعدي على المواطنين هناك وضرب النار العشوائي بطريقه همجيه؟ لا طبعا، هو الكلام ده ما يعجبش حد، بس هو اللي بيحصل الناس دي عايزه البلد دي كده، وزي ما يكونوا عايزين يقولوا ان النظام السابق كان امن وامان عن دلوقتي. ارحم. تمام. فطبعا الكلام ده مفهوم ومعروف، البلد لسه ما استقرتش ولسه الرئيس ما قعدش. طيب فانا شايف ان جزء كبير قوي من البلطجه هو النظام السابق. بس تلاقيه برضه بعد اذن قطع حديثك يعني برضه البلطجي ده برضه محتاج حاجه واحده، انه يحس ان هو انك باصص له، انك انت باصص له كبني ادم. هو ما فيش بني ادم مين فينا عاوز يدخل نفسه. انا مش بدافع، انا راجل كمواطن مش بدافع عنه، لا هو يستحق اللي بياخده او كحكم اللي بتديه الحكومه يستحق، بس احنا برضه مش عايزين نخليهم يكتروا. يبقى عدم ان احنا ما نخليهمش يكتروا، اوجد لهم فرص، افتح لهم قلبي كراجل كمواطن. يعني قصد حضرتك ان لازم يكون في قبضه، ويبقى اذا بقى في توجيه هنا من الاخ مجدي ان لازم يكون في قبضه حديديه من الحكومه حاجه لازم في قبضه حديديه. برضه وانا برضه احذر الشرطه حاجه واحده، مش انا جاي اقبض على بلطجي. افرض البلطجي ده طلع عليها بسلاح، اسمع عليها اقول لا ده احسن، ده انا خايف احسن يقوموا عليها بمظاهره هيضربوني الناس وانا اعتديت على. امال هو يقف يعمل ايه؟ ما لازم يدافع عن نفسه. انا لو حطيت نفسي مطرح على الشرطه ما لازم يدافع عن نفسه، لازم يدافع عن نفسه. بس هم محتاجين حاجه واحده، يعني الشرطه او ضباط الشرطه، انت عندك ضباط شرطه عندهم اخلاق عاليه فيما لا تصور، انا اعرفه سليم وعندهم الامانه، بس الناس دي عيني محتاره، الضباط دي محتاره حاجه واحده. ليه؟ مفيش اساسا الشيء اللي يمشيهم 1 2 3 4 انت هتعمله، الخمسه لا ما تعملهاش. هم يعني الناس الكبار سايبين اللي تحت، طب ادي اللي تحت كده فرصه وقول له لا 1 2 3 4 5 البلد دي هتمشي عدل. لان مين اللي بيطلع بره؟ ضابط المباحث يا عيني، ضابط المباحث انا راح اقبض على بلطجي ما هو طالع عليا بسلاح، يبقى انا هعمل له ايه؟ اقول له لا، ما انا لو ضربته الشعب يتهمني ان انا ضربته، ولو سبته الشعب زي ما انا دلوقتي اقول لا انت سبته، لا ادي فرصه للشرطه وادي فرصه برضه، خلي بالك الحكومه كوزاره ان انا اوجد للراجل ده مخرج انه يعرف ياكل لقمه عيش، عشان لما اجي احاسبه صح. انا اديتك اكلتك عملتك بمعامله حلوه، ليه تعمل كده؟ هو مش لاقي. يبقى هنا لازم اعمل حاجه واحده، لازم اعمل حاجه اسمها العداله الاجتماعيه في المجتمع. ازاي الاقيه يصرف؟ ادام صرف
ها صرف واديته مش هيمد ايده، مش هيسرق، مش هيبلطج عليك لان لها فلوسه، لا اكل ياكل ولاده. الاستاذ عبد العظيم. بس يعني ده اللي انا بقصده يعني. هو بص انا عايز اقول لك على حاجه. انت بتتكلم على الناس الطبيعيين اللي زيه وزيك، لكن البلد لسه فيها جزء كبير جدا من المساجين العاملين اللي هم ما ينفعش يعيشوا الا في السجون. الناس دي اللي هي مسجله جرائم نفس ومسجله سرقه بالاقرار، الناس دي فعلا انا اؤكد لك ان ما ينفعش العيشه ليها في السجون الا في السجون. ما ينفعش يعيش بره زيه وزيك. الراجل ده خد على ان هو يبقى خارج عن القانون. والناس هو اللي ده طلع يبقى مخرب ما ومدمر ينفعش. وقاتل وسارق. دلوقتي الراجل اللي بيستعين ببلطجي من دول بيبقى عايز ينهي موضوع. النهارده لما يكون في واحد من ده من الناس اللي احنا بنتكلم عليهم مسجل جرائم نفس ومسجل سرقه بالاكراه بيخش، ده عمره ابدا لو جبت له شغل على طبق من فضه وقلت له اشتغل وهتكسب وهتعمل، عمره ما يرضى. طب لان أستاذ هو عبد العظيم، اتعود، ده اغلب حياته عاش في السجون. هو كان في يعني بما ان حضرتك بتكتب القصه والادب والشعر، يعني اكيد حضرتك كتبت حاجه في الشيء ده ولا لم تكتب بعد في الادب والشعر في هذا الشيء؟ والله يا استاذ محمد انا كتبت مم. يعني في حاجه كده ايوه اسمها انا المصري. ايوه. بتقول انا المصري، انا المصري عايش في بلدي بزرع في طيني. مم. انا المصري لابس من قطني ومش بشتري الصيني. مم. وعمري ما غير مبادئي حتى لو هتلر يجيني. مم. اتعلمت في ارضك وما في غير سقيتك ترويني. مم. وقت ثورتك بصور حتى لو تتقطع شراييني. وديني بغزل ضفايرك وخاف تنسيني. يا مصر يمو التاريخ اسمك مكتوب على جبيني. لو تهت في يوم ومشيت على نيلك برجع وانا لاقيني. انا المصري اللي عمري في يوم ما حد قدر يأذيني. وانا اللي بنيت هرم وقت ما اتعب نظرة منه تداويني. وانا برضو اللي وقت الحرب حارب ولوحدي وما اقولش يا امريكا الحقيقة. تمام. هنقول ومين زيك ومين زيك واللي زيك مين، عايمة في دنيتي وحلمي يم العيون حلوين، ومين قدك واللي قدك مين، قوليلي يا نجمايا حلوة الحلوين، عاشقك وعاشق ليلك، عاشق سواد العين، عاشق أنا لونك، عاشق وجفن العين يتمنى يوم يبقى ضلايا للعاشقين، عشاقك انت وبس وغيرك أعشق مين، يم الوفود طلة لجمالك الياسمين، أرضك بساط للخلق قلبك يساع ملايين، يا بطن ولادة مين اللي زيك مين، يا قطعة في قلادة يا عقد غالي سمين، يم الولد خالد جمال ورمزه زعيم، يمه نجيب وسادات أنبيكي ضد لعين، حاربت جيش التتر وكنت حصن حصين، قوليلي مين زيك يم العرب والنيل، قوليلي مين زيك.